السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم من مطبخي مطبخ أم يارا. وحشتوني جدا جدا، بس رجعنا لكم بحاجة جميلة كده، وهو السجق البيتي. ازاي تعمليه في البيت بطريقة سهلة وبسيطة جدا. من نص كيلو لحمة مفرومة هتعملي بيها أحلى سجق زي ما انتوا شايفين كده. وكمان بطريقة سهلة وبسيطة جدا، وده سر من أسرار السجق. هقولك ازاي تعمليه وانت ما عندكيش قمع. هتعمليه ازاي بطريقة بسيطة، وسر من أسرار البهارات كمان بتاعة السجق. وأحلى بهارات أسوان، وهقول لكم على الأسرار بتاعتنا لما نبتدي نعمل تجهيزات رمضان. هنبتدي ان شاء الله مع بعضينا نعمل وصفتنا الجميله السجق البيتي كده. هنعمل نص كيلو من اللحمه المفرومه زي ما انتم شايفين. بتجيبي كمان 100 جرام من الدهنة او الدوش. الدوش ده بتجيبيه من عند الجزار. ويا سلام بقى لو عليها حتة ليا صغيرة كده تبقى طعمها جميل جدا. معانا كمان ربع كيلو من الفلفل الأحمر، وعليها فلفلاية كده قرن حراقة لو انتي بتحبي ان السجق بتاعك يبقى مشطشط شوية. معايا حوالي برضو أقل من ربع كيلو هانك بتجيبيه من عند الجزار. بتجيبيه الهانك ده عبارة عن اللي هو ممبار الضاني. كمان معايا من 5 ل6 فصوص توم كبيرة مفرومة. وكمان رغيف عيش، وده سر من أسرار السجق الناجح، ان تجيبي رغيف عيش مصري يكون طازة، وده سر من أسرار السجق بتاعنا. هندخل بقى على البهارات اللي هو ملك السجق. عبارة عن معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، معلقة صغيرة من البابريكا، ربع معلقة صغيرة من الكمون، وربع معلقة صغيرة من الشطة. وكمان كاري، وبهارات لحمة، وبهارات سجق لو انت عندك. ومعلقة صغيرة من الكزبرة الناشفة. بعدين انا حطيت كل الفلفل الاحمر بتاعنا، حطيته في الكبة عشان خاطر اهرسها جامد كده. واهم حاجة ان انتي تضربيها كويس خالص في الكبة، وتجيبي الجوانب كده عشان خاطر تطلعي كل المية اللي موجودة في الفلفل. وطبعا لازم احنا حاطين معاها فلفلاية حمرا كده عشان تدي نسبة حاجة حراقة في السجق بتاعنا الجميل. هيطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. هنجيب اي حاجة غويطة بقى وهنحط فيها الفلفل الاحمر بتاعنا وهنصفيها كويس خالص زي ما انتوا شايفين. اخدنا المية بتاعت الفلفل الاحمر بقى. المية دي هنجيب العيش اللي انا قلت لكم عليه، لازم يكون عيش طازة او عيش يعني كويس يكون عندكم يعني طري وكويس. وهتحطيه في المية بتاعت الفلفل، وهتسيبيها لمدة 5 دقايق او 10 دقايق لغاية ما تحسي كده ان هي العيش اتدبل وبقى ايه طري جدا، ان انت تحطيه في السجق. وبعد كده هتحطيه في طبق غويط وهتسيبيه شويه طبعا لمده 5 دقايق لغايه ما نوضب بقيه المكونات بتاعتنا الجميله، او نحضر بقيه المكونات بتاعتنا الجميله. هنجيب بقى اللحمه المفرومه. طبعا احنا بنكون فرمينها شويه عند الجزار، وبعد كده بتيجي تفرميها تاني في الكبه. هتحطي كل المكونات اللي انا قلتلك عليها على بعضيها. يعني هتحطي الدهنه مع التومه، وهتحطي معاها الفلفل اللي انتي صفتيه، وهتحطي معاها كمان العيش وهترسيهم كلهم. انا الجوانتي تعبني خالص طبعا، انا وشغاله اعمل اللحمه المفرومه داخل المكونات كلها مع بعضيها، فطبعا الجوانتي كان كل شويه بيفلت مني كده، فانا اضطريت الصراحه ان انا اشيله. ودلوقتي هنا انا برضو غيرت الجوانتي تاني وحطيت البهارات بتاعتنا اللي انا قلت لكم عليها. وبنقلب المكونات. اهم حاجه ان انت تدخلي كل المكونات بتاعه السجق كلها مع بعضيها. وطبعا اهم حاجه ما تنسوش ان انتوا تدولي لايك واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس على الكل علشان يوصل لكم كل جديد من قناتي ومن الوصفات بتاعتي. وما تنسوش طبعا الاشتراك في قناتي وتشيروا الفيديو لاكبر عدد ممكن من الناس. هيطلع بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وهيطلع بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. يعني ممكن تمسكيه كده تحسي ان ايديكي نظيفه، ما فيهاش اي حاجه، وجميله جدا. هتيجي بقى تحطي اللحمه المفرومه او السجق اللي انتي عملتيه، هتحطيه كله في الكبه، وهتضربيها كمان ضرب ناعم كده. يعني هتحطيها في الكبه هتجيبيها تخليها ناعمه جدا زي ما انتي شايفه كده، ولغايه ما تبقى ناعمه معانا في الوصفه. اتمنى يا رب ان انتوا تشوفوا قناتي لغايه الاخر، او الفيديو بتاعي ده بتاع السجق لغايه الاخر، وتقولي لي ايه رايك في التعليقات. انا طبعا ما عنديش قمع وكنت مستعجله قوي، فانا كان عندي اللي هو بتاع الكنافه ده اللي بنلف عليه الكنافه ان انا بعمله. عندي واحده كانت بايظه، فانا رحت قصيتها بالمقص. المقص عندي كان جامد شويه،
وسويت الاطراف بتاعتها بحيث ان هي ما تقطعش الهانك بتاعي او السجق بتاعي اللي انا هعمل بيه. وطبعا لازم يكون السجق متنضف جدا، يعني الهانك ده يكون متنضف كويس جدا. وطبعا بتنضفيه انتي بليمونه، عصرة ليمونة وملح وبتسيبيها شوية في المية، وبتنضفيه من جوه ومن بره بيطلع بالشكل اللي انت شايفاه ده، وبتغسليه كذا مرة بالمية بيطلع بالشكل ده. عايزة اقولك ان القمع ده نفعني جدا الصراحة، كان جميل جدا. وكل شوية احطه في المية كده، ولما كان بيقف معايا كنت بحط له بدخل قمع في المية، وكمان زي ما انت شايفة كده هو، فكان بيمشي معايا واحدة واحدة لغاية ما عملت الكمية اللي انا عايزاها كويس خالص. عايزة اقولك انك متغلبيش لما يكون في اي حاجة واقفة معاكي، ما توقفيش الوصفة على حاجة واحدة. اهم حاجة انت تدوري بقى، مطبخك بيبقى مليان بالحاجات الكويسة المفيدة، ان انت تعرفي تشتغلي بيها في اي وصفة من وصفات اكلك. فياريت ان انت ما ترميش اي حاجة ليها لازمة عندك بعد كده. انت بتشوفي بقى ان انا عاملاه كده، لميته كله بالطريقة اللي انت شايفاها دي. لو ما عندكيش اي قمع دوري على اي حاجة هتنفع معاكي. ممكن برضو غطا ازاز، اللي هو غطا بلاستيك، غطا كاكولا بلاستيك. ممكن انت تجيبي القمع الاولاني من الغطا من الازازة البلاستيك يعني، وتعمليها وتحطيها برضو وتعملي بيها السجق. احنا بقى مش بنربط الهانك من تحت، لا، عشان ينزل الهواء، عشان ما ينفعش يكون فيها هواء كتير. وديني اهو بحشي قدامكم، طالع جميل جدا ومتساوي، شكله جميل جدا زي ما انت شايفة كده. انا ببتدي بقى هنا ان انا ادوس عليها بحيث ان انا اطلع الهواء اللي بيطلع من اول ما حطيت اللحمة المفرومة او السجق بتاعنا. اتمنى تتابعيني، واتمنى تقوليلي انتي من انهي بلد من بلادنا العربية او مصر، او انهي مكان في مصر يعني، وانهي بلد من بلادنا العربية. اتمنى ان انتوا تكونوا معايا في قناتي يعني، وتشاركوني كل فيديوهاتي. ده انا بعد ما خلصت كل كمية الهانك او السجق اللي انا عملته، وطلع معايا بالطريقة والشكل اللي انتوا شايفينه ده، وطلع معايا ناجح جدا جدا. هقولك بقى ازاي تربطيه كده. انت بتجيبي نص السجق كده بالطريقة دي، وبتربطيها الاول من فوق، بعد كده بتربطيهم الاتنين مع بعض، بتعملي فاصل كده وبتدخليها وبتطلعيها الناحية التانية، فدي الربطة بتاعتها. بتكرري نفس الموضوع تاني، بتلفيها لفة كده، وبعد كده بتحطي السجق بتدخليها جواها، ودي تبقى الربطة التانية. وممكن تعمل معاكي 3 أو 4 ربطات، ان انتي تعمليها كده بالشكل الجميل ده. انا التالتة دي كانت اتقطعت مني، بس برضو ربطتها، ما سبتهاش برضو، خليتها بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، وطلعت ناجحة جدا. وما اقولكيش على الطعم، والله البهارات عاملة شغل جميل جدا. وان شاء الله هنعمل مع بعضينا فيديو البهارات ان شاء الله، عشان خاطر تحضيرات رمضان قريب خالص. هعملك كل البهارات، وخصوصا البهارات اللي بتتعمل في أسوان، وبتخلي طعم الأكل جميل جدا في أسوان. زي ما انتوا عارفين ان أسوان مشهورة بالبهارات بتاعتها. فإن شاء الله هقولك البهارات تجيبيها ازاي، وبتجيبيها بالكمية قد ايه، وعايزة تعملي انهي وصفة من وصفات البهارات مثلا، اذا كان لحمة او بانيه او فراخ، او بتحبي تعمليها بأي شكل. اذا كان 11 بهار او 7 بهارات، هقولك ازاي تعمليها بطريقه جميله جدا، هيطلع بالشكل اللي انت شايفاه دي. اما بقى بالنسبه للتخزين، انت ممكن تخزني يعني، انت تعملي طبعا بطريقه حلوه خالص. انت طبعا اول ما بتعمليه وبتجهزيه، بتحبي ان انت تحمري كام واحده كده عشان تشوفيها هي طلعت معاكي ناجحه ازاي. فطبعا انت بتحمري اللي انت عايزاه، وبعد كده بتجيبي الباقي وبتخزنيه. ده اللي فضل معايا من السجق، لان الهانك ما كانش قليل، كان كويس وكل حاجه، بس ده اللي فضل معايا من السجق. انا حطيته في اكياس الخزين، زي ما انتوا عارفيني انا بعمل كل حاجه في اكياس الخزين، وبحطها وبفرزها لرمضان. فطبعا ده الشكل اللي انتوا شايفينه بالطريقه دي، طلع معايا ناجح جدا. شايف القوام واللون عامل ازاي؟ يعني تحسي كده انت عايزه تاكليها وهي نيه، بس طبعا ما ينفعش، لازم انت لو عايزه تسلقيها الاول وتحمريها، او عايزه تحمريها على طول، متخافيش هتطلع ناجحه 100%. وكمان ما تنسيش بقى تعملي لايك واشتراك في القناه لو انت وصلت لغايه هنا في الفيديو،
واتمنى ان فيديوهاتي كلها تعجبكم يعني، وكل سنه وانتم طيبين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مطبخ ام يارا.